أليس عيب علينا ما قدرنا أن نصبر على شهوة زائية وتظنون بأن الأمر هين وهو عند الله عظيم؟ أولم يعمر أمير البلاد بعدم التضحية هذه السنة وهو الذي سيضحي عن هذا الشعب؟ فلماذا تسابقتم يا مغاربة على أسواق الأكماش؟ هذا الأمر هذا القرار التاريخي ليس وليد اليوم، بل هو امتداد لما كان عليه السلف. أولم يمنع أبو بكر الصديق الأمة أن لا تضحي؟ فما ضحى أحد منهم. عمر بن الخطاب ألم يأمر الأمة بعدم التضحية وذبح الأضاحي لعزمة من العزمات ولسنون وسنين في عجاف؟ فلماذا يا مغاربة تجاوزتم هذا القرار؟ فما قيمة الإمارة وما قيمة البيعة التي في أعناقنا إن لم تطع هذا الأمير؟ وربنا يقول لك أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. بالله عليكم أين عقولكم يا مغاربة؟ هل هو ما وجد مالا ليشتري به لحما حتى أصبحتم تتسابقون وتتقاتلون وتتناحرون فرفعتم ثمن الأضاحي